السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الصراخ المكتوم في المنام مثل أغلب الرموز قد تحمل معنى سلبي أو معنى إيجابي حسب حال الرائي، وقد تكون في الأساس ليست رؤية، ولكنها من حديث النفس نتيجة لمعاناة الرائي في الواقع من مشاعر سلبية مثل الخوف أو الغضب أو الحياء الشديد، وكبته لتلك المشاعر تجعل عقله الباطن الذي يكون في قمة نشاطه أثناء النوم يلجأ إلى حلم الصراخ لإخراج هذه العواطف والمشاعر المكبوتة والتخلص منها. أما إن كانت رؤية، فالصراخ المكتوم بدون صوت في المنام له معاني كثيرة حسب حال الرائي. فإن كان الرائي يصرخ لأنه يشعر بضيق، فالرؤية معناها أنه سوف يخرج من الضيق إلى الفرج، ويفرج الله كربه بعد عسر طويل. وإن كان مريض، فسوف يشفيه الله بعد طول معاناة مع المرض. كما يدل الصراخ بدون صوت على قزم الغيظ أو على طابع التكتم عند الرائي، وأن لديه أسرار لا يبوح بها. أيضا قد يكون له معنى آخر، وهو أن الرائي ربما يواجه صعوبة في التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفسه لظلم وقع عليه في الواقع. كما يدل عدم القدرة على الصراخ في الحلم للإنسان الصالح على العصمة وترك الفتن، لأن الصياح والصراخ في المنام من معانيه الفتنة، وتركه كذلك يدل على تجنب الفتنة، والله أعلم. ومن كان في منصب ورأى هذه الرؤية عزل عن منصبه أو زالت هيبته. وقد يدل على الشخص الذي يكتم قول الحق. كذلك لرؤية ثقل اللسان في المنام رمز آخر، وهي أنها قد تدل على السحر والحسد. فمن رأى لسانه منعقدا أو غير قادر على الكلام أو يتكلم لكن صوته لا يخرج، فقد يكون مسحور، خاصة إن تكررت عليه الرؤية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.